السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم عن المبدأ الخامس من مبادئ السوليد برينسيبلز، وهنتكلم عن الديبندنسي انفيرجن، وده الحرف دي من حروف السوليد. ايه هو الديبندنسي انفيرجن؟ خلينا نشوف الديفينيشن بتاعه. بيقول الهاي ليفل modules shouldn't depend on low level modules both should depend on abstraction. طيب يعني ايه الكلام ده؟ لو انا جيت هنا بصيت على الكاميرا اللي موجوده عندي على الشمال دي، الكاميرا دي كاميرا مثلا وليكن كاميرا قديمه ليها عدسه واحده بتشتغل عليها. العدسه دي مثلا بتجيب الصوره بشكل موسع، يعني بتجيب الصوره من بعيد. فتخيل انا مثلا جيت في الكاميرا دي، الكاميرا بالنسبه لي هي الهاي ليفل والعدسه هي اللو ليفل على حسب التعريف المكتوب. تخيل انا جيت عاوز في الكاميرا دي اركب حاجه بتعمل زوم عشان خاطر اقرب الصوره شويه مثلا، او ماكرو او اي حاجه، فمفيش غير العدسه دي بس هي اللي بتركب على الكاميرا. فهنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا الكاميرا بتاعتي اللي هي هاي ليفل موديول ما بيركبش معاها غير العدسه دي، فاعتمدت بشكل مباشر على اللو ليفل، فما ينفعش الكاميرا تشتغل باي وضع تاني غير مع اللو ليفل ده. فعشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الهاي ليفل موديولز shouldn't depend on low level modules both should depend on abstraction. لازم يكون الهاي ليفل بيتعامل مع abstraction، مش بيعتمد مباشر على اللو ليفل. لو احنا بصينا على الكاميرا اللي على اليمين دي، الكاميرا اللي على اليمين دي بتقبل اي عدسه من العدسات الثلاثه دول، فبقى المكان اللي هنا اللي هو بيركب فيه العدسات بقى ابستراكشن، يركب عليه العدسه دي، يركب عليه العدسه دي، يركب عليه العدسه دي. فهو بدل ما هو اتعامل بشكل مباشر مع عدسه بعينها او عدسه واحده، لا هو اتعامل مع ابستراكشن. المكان اللي بيركب فيه الكاميرا هنا بقى بالنسبه له ابستراكشن، اركب دي اركب دي اركب دي هتمشي معاه بشكل عادي. فهو ده التعريف الخاص بالديبندنسي انفيرجن، ان انا دايما اعتمد على ابستراكشن، ما اعتمدش بشكل مباشر على اللو ليفل. طب البينفيت اللي في الديبندنسي انفيرجن ايه بقى؟ البينفيت بيقول reduces coupling between components make code more flexible and testable. انا خليت الكود بتاعي بقى فليكسيبل، ان هو بقى يقبل اي عدسه من دول، وما خليتش الكود يحكم عليا ان انا استخدم حاجه بعينها. فهو ده مبدا الديبندنسي انفيرجن. فخلينا نشوف الكود اللي معانا عشان خاطر يوضح معانا. هنا في المثال اللي معايا يا البيزنس قال لي احنا عاوزين نعمل خدمه لاداره الطلبات، هيبقى فيها هنحسب التوتال برايس، وهنضيف الاوردر في الداتابيز، وهنعمل سند نوتيفيكيشن عن طريق الايميل. تمام. فانا جيت عندي عملت الاوردر، عملت فيه الاي دي والكاستمر ايميل والتوتال، وجيت هنا في الايميل نوتيفاير خليت هنا في ميثود اسمها نوتيفاي كاستمر، وحطيت اللوجيك بتاعي الخاص بالايميل. تمام. جيت هنا في السيكوال اوردر ريبوزيتوري، عندي طبعا انا معتمد على السيكوال سيرفر وببعت نوتيفيكيشن عن طريق الايميل. تمام. جيت هنا حطيت اللوجيك بتاعي الخاص بالسيف اوردر، وجيت هنا بعد كده في الاوردر بروسيسور حطيت اللوجيك بتاعي، اعتمدت على السيكوال اوردر ريبوزيتوري واعتمدت على الايميل نوتيفاير، وهنا حسبت التوتال ب 100 وحفظت الداتا في الداتابيز، وعملت سند للايميل بتاعي وبعت النوتيفيكيشن. تمام. طيب هنا انا كسرت مبدا الديبندنسي انفيرجن. ازاي؟ هنا بقى الهاي ليفل بالنسبه لي اللي هو اوردر بروسيسور معتمد على اللو ليفل اللي هو السيكوال اوردر ريبوزيتوري والايميل نوتيفاير. والمبدا الخاص بالديبندنسي انفيرجن هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الهاي ليفل موديولز shouldn't depend on low level modules both should depend on abstraction. يعني ما تخليش الاثنين معتمدين على بعض عشان ما يبقوش هاي كابلنج مع بعض، وخليهم يعتمدوا على ابستراكشن. لو انا جيت هنا قلت، او البيزنس او الاوبريشن تيم قال لا ده احنا خلاص ما بقناش نعتمد على السيكوال، احنا هنروح نشتغل ماي سيكوال. وجه البيزنس قال لي مثلا ده احنا بدل ما هنبعت نوتيفيكيشن عن طريق الايميل، خلاص احنا نبعتها عن طريق الاس ام اس. فانا عشان اعمل التغيير اللي جالي ده لازم هغير في الهاي ليفل موديول هنا. لازم هاجي هنا هعمل وليكن ماي سيكوال اوردر ريبوزيتوري، واحط اللوجيك الخاص بيها في الكلاس بتاعها عشان خاطر توضح بشكل اكبر. برضو خلينا هنا نعمل ماي اس كيو ال اوردر ريبوزيتوري، وهاخد نفس اللوجيك اللي موجود هنا في السيكوال مثلا وليكن، وبدل ما هسيف عن طريق الماي السيكوال سيرفر هعمل سيف عن طريق الماي سيكوال. هنا نرجع جوجل بلس بابليك. ممتاز. هنا ماي سكيول. طيب تمام. وهاجي هنا برضو هاجي اعدل اقول له هنا ماي
اس كيو ال ريبوزيتوري، وهنا برضو ماي اس كيو ال ريبوزيتوري، وهكذا برضو في الايميل نوتيفاير. فانا هنا خليت الهاي ليفل اللي عندي معتمد بشكل كبير على اللو ليفل، فاي تغيير في اللو ليفل او البيزنس جه طلب مني اي حاجه لازم هاجي اعدل هنا. فالديبندنسي انفرجن بقى بيقول ايه عشان خاطر نقدر نحل المشكله دي او نقدر نعمل حاجه تبقى معتمده على ابستراكشن، بحيث لو تم التغيير مش كل شويه اجي اغير في الهاي ليفل. طيب هنا اول حاجه خلينا نعمل الابستراكشن اللي هو الانترفيس اللي عندي. هاجي اقول اي سند عشان خاطر اسند النوتيفيكيشن مثلا. ممتاز. السند ده كل الوظيفه اللي بيعملها ايه؟ void send، تديله هنا الاوردر. طيب تمام، تديله الاوردر عشان خاطر هو بياخد الايميل والاي دي بتاع الاوردر عشان يسند الايميل على الاوردر نفسه. طيب تمام، هاجي هنا برضو اعمل ابستراكشن خاص بالاوردر ريبوزيتوري، اقول له هنا اي اوردر ريبوزيتوري، برضو انترفيس عندي. طيب جميل جدا. الاي اوردر ده هيبقى فيه ميثود void save، تاخد عندي الاوردر وهتعمل له سيف. طيب تمام، انا هنا عملت الابستراكشن زي ما هو قال لي. طب انا دلوقتي هاجي بقى عندي مثلا ماي سيكوال او عندي سيكوال او عندي اي حاجه، هقول له هنا ماي اس كيو ال اوردر ماي اس كيو ال اوردر ريبوزيتوري، اقول له هنا بابليك واخليه هنا يمبلمنت الانترفيس اللي عندي اي اوردر ريبوزيتوري. تمام، وهاجي هنا امبلمنت، خد هنا اللوجيك الموجود، واجي هنا في الماي سيكوال واضيف اللوجيك ده. طيب تمام، انا عندي برضو عندي السيكوال، اقول له اس كيو ال اوردر ريبوزيتوري بابليك واخليه امبلمنت الاي اوردر ريبوزيتوري. تمام، نفس الكلام مع الايميل. الايميل نوتيفاير، هقول له ايميل اقول له اي سندر ويسنده عن طريق الايميل. طيب جميل، هنا برضو هعمل الاس ام اس عشان خاطر هم طلبوه الاس ام اس، اقول له اس ام اس هايمبلمنت من الاي سند، يكمل الكود كده زي ما هو كمله. طيب جميل جدا. هنا انا هنا عملت كل المتطلبات اللي عندي، اقول له هنا مثلا خلينا نقول له كده ممتاز. انا هنا عملت الاس ام اس والايميل الاس كيو ال والماي سيكوال. طيب جميل جدا. انا هنا بقى اما اجي اعمل الاوردر بروسيسور، هنا اقول له هنا مثلا نيو اوردر بروسيسور، اما اجي اعمل هنا النيو اوردر بروسيسور، هاجي هنا اقول له برايفت ريد اونلي اي اوردر ريبوزيتوري، واقول له اندرسكور اوردر ريبوزيتوري. تمام، اقول له برايفت ريد اونلي اي، خليها اي نوتيفاير، خليها اي سند، مش مشكله الاسم دلوقتي. واجي هنا اعمل كونستراكتور، طيب ممتاز جدا لحد هنا. طيب تمام، اجي هنا بقى اقول له بابليك فويد بروسيسور، وهنا كمل لي الكود. خلينا تمام، هنا عملت جبت التوتال او حسبت حسبة التوتال، وهنا عملت سيف للداتا ايا كان النوع. هنا بقى ابستراكشن وهنا بقى ابستراكشن. تمام، اي نوع هسند بيه او اي نوع هسيف بيه مش هتفرق معايا دلوقتي حاليا، مش هتفرق معايا. ليه؟ انا خلاص رفعت الليفل، بدل ما هو كانوا معتمدين على بعض او في هاي كابلنج بينهم وبين بعض، انا رفعت اللاير للابستراكشن فوق.
لما اجي هنا في البروجرام كلاس جيت قلت var processor equal new، اقول له new order processor. عندي ده بياخد ايه؟ بياخد الاي اوردر ريبوزيتوري، بياخد الاي سنتر. اقول له مثلا في الاول ماي سيكوال اوردر ريبوزيتوري، اقول له هنا بس new، وكمان بياخد new ايميل نوتيفاير. طيب جميل جدا. هنا لما اجي اقول له البروسيسور دوت بروسيس، محتاج عندي هنا الاوردر. طب خلينا نعمل اوردر فوق. انا اقول له var اوردر equal new اوردر. طيب جميل جدا. اقول له الاوردر دوت توتال، اديله مثلا 100. انا مثبتها كده كده هناك اوردر دوت كاستمر ايميل. اقول له هنا equal example دوت at yahoo.com مثلا. ارجع هنا اقول له الاوردر دوت مثلا ب3. طيب جميل. هنا البروسيس دوت اوردر. اما اجي هنا بقى ارن الابلكيشن بتاعي، هنا هاجي الاقي بقى هنا الاوردر سيف تو ماي سيكوال داتابيز. انا بستخدم الماي سيكوال، والاوردر اي دي ب3 والتوتال ب100، وهنا ايميل سند تو اكزامبل ات ياهو دوت كوم. جميل جدا. هنا بقى لو انا جيت هنا بكل سهوله رحت عامل سيكوال اوردر ريبوزيتوري، قالوا لي نشتغل اس ام اس او ايا كان، اقول له هنا نيو اس ام اس نوتيفاير مثلا. هنا لما اجي ابص هلاقي ان الاوتبوت بتاعي بقى اوردر سيفد تو سيكوال داتابيز، اوردر ب3، وهنا اس ام اس سند تو الرقم الفلاني فور اوردر 3. فهنا انا خليت الاعتماديه بتاعتي على ابستراكشن. الهاي ليفل موديول اعتمد على الكونستراكشن على ابستراكشن، ونفس الحاجه الكلاس نفسه اعتمد على ابستراكشن. والموديول هنا الكلاس، موديول معناها كلاس، يعني الكلاس هنا اعتمد على ابستراكشن، وفي نفس الحاجه للكلاس نفسه اعتمد على ابستراكشن. فهو ده المبدا الخاص بالديبندنسي انفيرجن. اتمنى ان هو يكون وصل للناس، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في درس جديد.